افريقيا المقرره في الكاميرون في الشتاء القادم في سنه بدايه 2022. هذه البطوله التي تم تاجيلها بقياده جمال بلماضي بتغييرات طفيفه على مستوى التشكيله بسبب غيابات اضطراريه على غرار اللاعب عدلان قديورة المعاقب بالاضافه الى جمال بالعمري الذي تنقصه شويه منافسه. الوافد الجديد على فريق ليون في مواجهه زيمبابوي، المنتخب الذي كنا نجد صعوبات معه سواء هنالك او هنا في الدوريات المجمعه. كذلك اخر مواجهه رسميه كانت في 2017 عندما تعادلنا معهم لهدفين في نهائيات كاس افريقيا بقياده زدرافكو لوغاروسيتش الكرواتي. المنتخب الزيمبابوي الضيف يلعب بتشيبيزيزي في حراسه المرمى، داريكو على الجهه اليمنى، زيمورا لاعب نادي بورنموث 20 سنه اول مباراه له سيكون مكلف بمراقبه رياض محرز. هاديبي رفقه لونغا في وسط الميدان الدفاع، موديمو مع ماكامبا لاعب نادي استون فيلا المعروف وموسونا، كارورو بيليات وكاديويري مهاجم نادي ليون راس الحربه في الخط الامامي. المنتخب الجزائري بلباسه الابيض اليوم بالرئيس وهاب الملحي في حراسه المرمى في مباراته رقم 74 في تاريخ مشاركاته مع المنتخب الجزائري منذ سنه 2010. على الجهه اليمنى سيكون رضا حليميه فقط في ثالث مباراه له مع الخضر. رامي بن سبعيني سيكون على جهته اليسرى، مهدي تارات رفقه عيسى مندي في وسطيه الدفاع، مهدي عبيد، اسماعيل بن ناصر وسفيان فيغولي، وثلاثي الخط الامامي يعود ياسين ابراهيمي للتشكيله الاساسيه رفقه بغداد بنجاح ورياض محرز. ضربه الانطلاق اعطيت. طبعا ملعب 5 جويلية عاده حتى في اسوا احوال المنتخب الجزائري لم يكن هكذا حاله ووضعيته. والكره الاولى لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي عن طريق كادويري، والتغطيه من عيسى مندي يتمكن من اخراج هذه الكره في اتجاه رياض محرز، ثم التغطيه من الصغير زيمورا. قلت بانه الغياب الجماهيري يأسف له اللاعبون بالدرجة الأولى، نأسف له نحن كذلك كفرجة، يأسف له حتى ملعب 5 جويلية هذا الملعب الذي احتضن أفراح وأحزان الكرة الجزائرية كان يتسع ل70 و80 ألف متفرج حضروا مواعيد كبيرة جدا في تاريخ الكرة الجزائرية منذ سبعينيات القرن الماضي، خاصة بمناسبة تتويج الجزائر بألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 75 أمام فرنسا هنا، تتويجهم بلقب الميدالية الذهبية في الألعاب الإفريقية سنة 78، تتويجهم بكأس أفريقيا سنة 90 هنا في هذا الملعب، بالإضافة إلى إنجازات خاصة بالأندية وكذلك المنتخب. انتقلنا في فترة ما لأسباب ذاتية وموضوعية إلى ملعب مصطفى شاكر ليبقى أيضا فالخير على الكرة الجزائرية. ملعب 5 جويلية تبدو أرضيته اليوم في المستوى. الكرة في المخالفة عن طريق موسونا يلعب في الدوري البلجيكي، أغلبيتهم يلعبون خارج الزيمبابوي. كرة مرفوعة، الدفاع في التغطية صعبة خطيرة، ورئيس أول كرة صعبة وخطيرة لعناصر منتخب زيمبابوي، وأول صد للرئيس وهاب مبولحي حارس مرمى نادي الاتفاق السعودي بيمناه يخرج هذه الكرة عن طريق اللاعب بيليات يلعب في نادي كايزر شيف في جنوب افريقيا. في الكرة الرائعة التي صدها رئيس وهاب مبولحي، بداية تبدو صعبة للمنتخب الجزائري، سيدخل في المباراة بعد شوية. الكرة مرفوعة بالراس، تغطية دفاعية، الحكم قال ماذا هنالك؟ لا بل خطأ لدفاع المنتخب الجزائري بعد هذه الكرة من كارورو، والانطلاقة السريعة من هنالك في اتجاه ياسين ابراهيمي. احنا مازال ما لمسناش الكرة لحد الآن منذ 3 دقائق لعب، طبعا ما لمسناهاش، نقصد 3 تمريرات 4 5 تمريرات. وبعدين عناصر المنتخب الجزائري اي نعم ارضية ميدان، هي ارضية ميدان وبعدين جميلة، هم بحاجة الى دخول اجواء المنافسة ودخول اجواء المباراة مع بداية هذا اللقاء. 4 نقاط بالنسبة لزيمبابوي، 6 بالنسبة للمنتخب الجزائري بعد جولتين لحد الآن. 20 مباراة بدون خسارة بالنسبة لجمال بالماضي. طبعا ليس هو، اللاعبون يريدون تحطيم رقم بحوزة المنتخب المصري الذي حقق 24 مباراة من دون خسارة. اليوم هذه المباراة 21 بالنسبة للمنتخب الجزائري. كرة في التماس عن طريق اللاعب لونغا يلعب في
جنوب افريقيا المدافع الاوسط في تشكيله منتخب زيمبابوي. كره لرامي بن سبايني من هنالك على الجهه اليسرى في الوسط، يلعبها مباشره مع مهدي عبيد. مهدي عبيد لاعب نادي نونت، لم يكن محظوظا في الكثير من المرات، يستدعى من زمان، كل مره كان يصاب. رياض محرز في اول كره، يرجع مره ثانيه لسفيان فيغولي، تروح من هنالك في الوسط ناحيه مهدي طهرات. مهدي طهرات مع رامي بن سبايني مره ثانيه، رامي يلعبها لياسين، ياسين ترجع له رامي مره ثانيه. وصل متاخر رامي بن سبايني للمنتخب الجزائري للجزائر بسبب اصابته في اخر مباراه مع فريقه بروسيا مونشنغلادباخ. استدعت اجراء فحوصات وتحاليل على راسه حيث تاثر بها الاصابه. ياسين يدخل في اول كره، ماندو الكره الان يلعبها بينيه، يبحث عن العمق في اتجاه بغداد بونجاح، ولكن الكره بعيده وراحت سهله في اتجاه الحارس شيبيزيزي. ياخذ كامل وقته، 30 سنه في عمره، حارس مرمى منتخب زيمبابوي، وبدايه تبدو مش حذره ولكن بدايه تبدو برتم. يلا خلينا نقول ناخذ المباراه برتم تصاعدي عوض ان نبدا، لانه احنا مش مطالبين بانه نضغط منذ البدايه ونسجل منذ البدايه، احنا مطالبين بان نلعبوا الكره التي نتقن ونعرف لعبها. كره من هنالك لرامي بن سبايني، يرجع مره ثانيه لناسين، توزيعهم رائع جدا عناصر منتخب زيمبابوي، واقفين في بدايه هذه المباراه بشكل رائع. ما نساوش بانه المنتخب الجزائري الان كره ممتازه في اتجاه بغداد بونجاح ولكن بعيده. قلت المنتخب الجزائري صار باعتباره بطل افريقيا غايه وهدف لكل المنتخبات التي تواجهه. كره عن طريق هاديبي، يلعب في الدوري التركي بعيدا الامام ناحيه قلب هجومه كاديويري، التغطيه دفاعيه من مهدي طهرات، وثم من هنالك رامي بن سبايني بيمناه يخرج الكره لرياض محرز الذي سيكون في ثنائيه مع جوردان زيمورا لاعب نادي بورنموث. تحدث كثيرا عن هذه المباراه لانها اول خرجه بالنسبه اليه مع منتخب زيمبابوي، وبعدين قال لهم انا التقيت رياض محرز معنا لما كنت نلعب في بورنموث، اريد ان اوقفه امام المنتخب الجزائري في مباراه اليوم. فالوسط ياسين يسترجع الكره، استلمها سفيان، التسديده من سفيان فيغولي ولكنها بعيده، راحت ضربه مرمى. سفيان لاعب نادي غالاتا سراي، واحد من اقدم اللاعبين في تشكيله المنتخب الجزائري، 64 مباراه دوليه. كرة يسار عناصر المنتخب زيمبابوي، شيبيزيزي من امام المهاجم بغداد بونجاح، التغطيه الدفاعيه من عيسى مندي، يحط الكره في الارض ناحيه رضا حليميه اللاعب السابق لنادي مولوديه طهران، هذا اللي صار يلعب في الدوري البلجيكي، منتقل من الدوري الجزائري، ومفاجاه جمال بالماضي، هي ثالث مباراه له مع المنتخب الجزائري. لعب في الجزائر من 2015 الى اعتقد 2019. كره في الوسط في اتجاه سفيان فيغولي، يوصلها لحليميه على الجهه اليمنى، حليميه والكره في العمق، البحث عن رياض والكره في التماس لصالح المنتخب الجزائري. حليميه كان في منتخب اقل من 23 سنه، نذكر في 2015 اعتقد امام لعبنا في السنغال انذاك. كره في الخلف، رامي بن سبايني يلعبها في الوسط مع عيسى مندي، عيسى مندي وصلها لحليميه على الجهه اليمنى امام رياض، يدخل سفيان، حليميه الكره التوزيعه بعيده كثير وسهله لحارس المنتخب الزيمبابوي. هذه الكره 8 دقائق لعب لحد الان، ما زال التعادل 0-0 بين المنتخبين الجزائري والزيمبابوي. لقاء العوده سيكون الاثنين المقبل هنالك في العاصمه الزيمبابويه هراري. كره بالراس من رامي بن سبايني، حطها في الارض مع اسماعيل بن ناصر، وصلت لياسين ابراهيمي، انطلق من الوسط ياسين، راح بغداد، تلعب لسفيان، راح رياض، سفيان ضيعتها، ما زال عنده الكره. الحكم اليوم الحكم الكامروني الذي ادار نهائي الفأل الخير، نهائي كاس افريقيا امام منتخب السنغال في القاهره، وفزنا انذاك 1-0، كان هو الذي ادار المباراه النهائيه. هنا الحكم احتسب خطا ضد سفيان فيغولي، رجعت للخلف لعناصر المنتخب الزيمبابوي، كره بعيده للامام بالراس، رامي بن سبايني تلعب في الوسط ناحيه ناكامبا، رجع للخلف لقلب دفاعه من هنالك اديبي، ترجع له اديبي مره ثانيه، يرجع لحارسه، يضغط بغداد، بينما اللاعبين الجزائريين البقيه في اريحيه من دون ضغط كبير. راحت في الوسط الكره لونغا، كره بعيده تسترجع من عيسى مندي،
اكتسب خبرة وتجربة وصنعة ومهنة وكبيرة جدا هيثم مندي، سواء مع المنتخب أو مع نادي بيتيس، حتى أنه عاد في الأيام هذه القليلة الكلام عنه في ليفربول بسبب إصابة فيرجيل فان دايك. يقال بأنه هناك إمكانية أنه يتنقل في الميركاتو الشتوي إلى نادي ليفربول. طبعا هو كلام مواقع تواصل، مش مواقع، هو كلام مواقع إلكترونية وصحف بريطانية بالدرجة الأولى، خاصة البارحة واليوم صار الحديث أو عاد الحديث عن هيثم مندي. كرة من طهرات لاعب نادي أبها السعودي يوصلها مباشرة لرياض على الجهة اليمنى. رياض محرز يدخل اسماعيل بن ناصر، تلعب مع حليمية وياسين طلبها واسماعيل طلبها، وصلاته بن ناصر عنده الكرة المراوغة من اسماعيل، واحد من أبرز لاعبي المنتخب الجزائري في الفترة الماضية كيف لا، وهو صاحب جائزة أفضل لاعب في نهائيات كأس أفريقيا، وأكيد سيكون مرشح للتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لسنة 2020. لما لا، خاصة مع تألقه مع نادي اي سي ميلانو في بداية هذا الموسم. رياض محرز استلم الكرة، فتح له طريق حليمية، وصلته يلعب حليمية مولد اسماعيل بن ناصر، اوه رائعة اسماعيل، ومن هنالك رامي بن سبعين يلحق على الكرة. كثرت يا رامي، وضاعت الانطلاقة في الهجمة المعاكسة لعناصر منتخب زيمبابوي. حذاري من هاديوير، الكرة تلعب في الوسط، عودة بطيئة لعناصر المنتخب الجزائري. هاي كرة صعبة زيمبابوية، محاولة المرور توصل لكاديويري، تغطية من حليمية ورجعت للخلف لوسط الميدان. موسومة تبقى بينية، موسومة مرة ثانية، موسونا عفوا، يلعب بيليات، وصلت على الجهة اليسرى في اتجاه لونجا في الوسط، وضاعت ورياض استرجعها واسماعيل لو رياض كاد يسأل اسماعيل، كاد يسترجع هذه الكرة. رامي بروعة في التغطية ويتمكن من هذه الكرة ويخرجها، وانطلق ياسين، راح على الجهة اليسرى. ياسين ابراهيم يحاول يمر، هاي المراوغات، خل ياسين، هو الجول ياسين لرياض على الجهة اليمنى، رياض لسفيان، ياسين لرياض ورياض لسفيان، والدفاع يتدخل ويخرجها للركنية في الهجمات المعاكسة. سريعين جدا اللاعبين الجزائريين وخطيرين، خاصة عندما يضاف إليهم سفيان، ومن هنالك اسماعيل بن ناصر الذي يبدو عليه متقدم أكثر رغم عدم وجود عدلان جديولا في المكان اللي تعود يلعب عليه هو وعدلان جديولا. رياض محرز في تنفيذ الركنية الأولى لصالح عناصر المنتخب الجزائري، يلعبها بينية مع اسماعيل ورياض مرة ثانية، رياض واسماعيل، ترجع له الكرة، يرفعها في القائمة الثانية، يلعبها أرضية مع ياسين إبراهيمي، ما زال يرجع لرياض، دخل ياسين، يحاول يمر رياض، خطيرة، والحارس رائع التوزيعة والارتقاء الرائع من بغداد، يرتطم بالحارس وكأنه اصطدم بك جدار يا شيبويزيزي حارس مرمى المنتخب الزيمبابوي. سلامتك، سلامات، ارتقاء كبير جدا من بغداد بنجاح، رغم أنه خلينا نقول بأنه في الفترة الأخيرة عانى شوية من ناحية اللياقة البدنية، فقد الكثير من تلك الخفة والسرعة، ولكن إن شاء الله فقط مرحلة وتمر، خاصة وأنه المرحلة اللي ارتقاء كبير ورائع جدا من بغداد هنا من أمام الحارس الذي صد هذه الكرة. كرة رائعة في القائمة الثانية من هنالك، والتغطية من طهرات كذلك. سلامات ان شاء الله بعد مرور 13 دقيقة لعب التعادل، ما زال 0-0 بين الجزائر وزيمبابوي في الجولة الثالثة في هذه المجموعة السادسة من تصفية كأس افريقيا المؤهلة الى دورة الكامرون المؤجلة الى موعد لاحق، طبعا يقال عليه في شهر يناير 2022، تقريبا بعد اكثر من سنة بعد ما كانت مقررة في صيفة 2021. طبعا كرة زيمبابوية في الخلف، الضغط العالي من هنالك من امام على داريكوا، رجعت لقلب الدفاع هادبي على الجهه اليسرى، يوصلها مباشره ناحيه لونجا عنده الكره، يلعبها في الوسط لموديمو، مضطر يرجع للخلف، خرجوا الكرات ببطء لما يكونوا اللاعبين الجزائريين في منطقتهم متجمعين، المأموريه تبدو صعبه على عناصر المنتخب الزيمبابوي، ولكنهم خطيرين في الهجمات المعاكسه من زمان، مش من اليوم فقط، خطيرين في الهجمات المعاكسه لاعبي المنتخب الزيمبابوي عندما تكون عندهم فراغات ومساحات. رامي بن سبعيني في مباراته 33 مع المنتخب الجزائري،
هو كذلك. يلعب في المنتخب منذ 2016 رامي بن سبعيني. كرة في الخلف لصالح مهدي طهرات. ارمي عليك يا مهدي، يستفيد من خطأ بعد هذا التدخل من هنالك عن طريق تينو كاديويري مهاجم نادي ليون. اكيد يعرفوا جمال بالعمري جيدا، ولكن حسن حظك يا كاديويري جمال بالعمري موجود في كرسي الاحتياطي. نعم كان شويه عانى من اصابه، اموره مش في 100%. فضل ان لا يغامر به جمال بالماضي لانه عندنا مباراه العوده بعد 3 ايام. مهدي طهرات عنده الكره الان، يلعبها في اتجاه المهدي عبيد، توصل مباشره ناحيه حليميه. حليميه يطلبها سفيان، تروح لرياض. رياض وسفيان يرجع للخلف. تعلمنا الصبر وتعلمنا الحلم وتعلمنا وكبرنا مع الوقت. نتكلم على كفريق يعني، خاصة من الناحية التكتيكية بالدرجة الأولى. لا يبدو أي قلق على اللاعبين مهما كانت الظروف. رامي بن سبعيني يرجع لياسين مرة ثانية، حاول يتوغل. هذه مباراتك ياسين، يلعب الكرة لما تكون ضيقة والمساحات مغلقة هي مباراتك ياسين، أنت ورياض وكذلك اسماعيل بن ناصر. ياسين مرة ثانية يرجع لحليمية، حليمية مع رياض، ترجع له مرة أخرى للخلف تماما في اتجاه اللاعب عيسى مندي. المباراة الآن صارت تلعب في منطقة منتخب زيمبابوي. رياض محرز عنده الكرة الآن، يبحث عن المرور، يغير تماما. رائع الإسماعيلي رامي بن سبعيني، فكرة رائعة ولكن الكرة بعيدة، راحت مباشرة ضربة مرمى بعد 16 دقيقة لعب. التعادل ما زال 0-0 بين الجزائر وزيمبابوي. لمسة يد يقول الحكم من عيسى مندي لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي. لمستها يا عيسى، لمستها يا عيسى، لمستها يا عيسى. لمسة يد صفرها حكم المباراة سيدي اليوم وفي تنفيذها لاعب بليات لاعب نادي كايزر تشيف. لا، اللاعب هذا هو موسونا في وجود ماكامبا لاعب نادي استون فيلا، معروف ميرفيوس ماكامبا. موسونا في تنفيذ هذه المخالفة. حذري من الكرات المرفوعة، حذري حذري حذري. صعبة كرة أخرى، خروج نوعا ما غير موفق هنا من الحارس الرئيس وهاب مبولحي. كاديويري كاد يباغت مبولحي في الكرات الداخلة هكذا، كم هي صعبة وخطيرة. يا رايس، يا رايس، سقط في وقت لم يكن بالإمكان أن تسقط. آي. كرة لمهدي عبيد، يلعبها من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه رامي بن سبعيني. رامي مع ياسين، استلم الكرة ابراهيمي يرجع للخلف تماما في اتجاه مهدي طهرات. بسرعة لعيسى مندي على الجهة اليمنى، عيسى وحليمية. طبعا على مستوى المنتخب الجزائري لم يعد هناك حديث عن غيابات، وبعدين في المنتخبات لا يمكن الحديث عن غيابات الا عندما يتعلق بميسي او رونالدو. تقريبا حكم عالميتهم، ولكن على مستوى منتخبات انت منتخب فيك افضل اللاعبين، فيجب ان نتجاوز الحديث عن غيابات الا اذا مش عارف كانوا 3 أو 4 أو 5 من الأساسيين. غياب لاعب واحد أمر عادي جدا. وبعدين على مستوى المنتخب جمال بالماضي فلسفة الليبية، يوصلها مباشرة لرياض، يلعبها مع سفيان وياسين إبراهيمي لم يتمكن منها، والحكم يقول خطأ لصالح المنتخب الجزائري. 19 دقيقة لعب لحد الآن، ما زال 0-0. رياض مع عيسى، هنا تقديم الرجل من أمام سفيان فيغولي. حكم المباراة كان قريب من اللقطة. رياض مرة ثانية يطلبها ياسين من هنالك، تلعب في اتجاه مهدي طهرات بسرعة لرامي بن سبعيني.
رامي بن سبايني يطلبها اسماعيل بن ناصر. كثافة عددية في وسط الميدان خلتنا لا نشاهد اسماعيل بشكل كبير لحد الآن، أو منظومة لعب المنتخب لحد الآن خلتنا لا نشاهد اسماعيل بن ناصر بشكل كبير. تلعب الكرة لعيسى مندي لأنه مضيقين مساحات اللاعبين تاع زيمبابوي والمدافعين تاعنا طلعوا، فاسماعيل بن ناصر صار يدخل هو كذلك في العمق بحثا عن الكثافة العددية. شوفوا وين يروح اسماعيل بن ناصر، لأنه الآن عيسى مندي هو في المكان اللي من المفروض يكون فيه اسماعيل بن ناصر في الوضعيات العادية. عيسى مندي مرة ثانية لرياض محرز، رياض يلعبها مع حليمية على الجهة اليمنى، يلحق عليه حليمية، يبحث عن سفيان والتغطية الدفاعية من قبل المدافع لونجا. لا ما كان ولا شيء. ياسين ابراهيم يستلم الكرة، يمر ياسين، يدخل ياسين، يوصل ياسين يلعبها بينية مع رياض والتغطية الدفاعية من هنالك. حكم خلى اللعب وتروح بعيدة تماما، والتغطية من هنالك عن طريق طهرات وعيسى مندي وحليمية واسماعيل بن ناصر في النص. تلعب من هنالك مع طهرات. كان ازمات اللاعبين الجزائريين واضحة في اللعب، يعني الاشياء التي تتبادر الى ذهن المشاهد ويريدها ان تكون يجدها تقريبا في التغطيات وفي المتابعات وفي التمريرات. اللعب السهل الممتنع تقريبا، ولكن في الكرة الاصعب شيء هو الامور السهله. سفيان فيغولي يلعب من هنالك ناحية رامي بن سبايني على الجهة اليسرى. رامي بن سبايني يطلبها ياسين، توصلوا دخل رامي، ياسين يراوغ، راسين يدخل، راسين راح، ياسين رامي ياسين. اي تسرع شوية رامي بن سبايني في هذه التمريرة. النية والفكرة كانت رائعة، ولكن التمريرة كانت قوية وراحت مباشرة ضربة مرمى. حلال العقد سيكون ياسين ابراهيمي في هذه المباراة اللي دخلها المنتخب الجزائري برتم عادي، يعني مش بطيء ولكنه مش رتم سريع وضغط عالي وجهد بدني كبير، لا دخلناها رويدا. يلا عندي مدة ما سمعتش كلمة رويدا، كنا نستعملوها مصطلحات والكلمات زمان، تغير كل شيء سبحان الله. طبعا حتى المنتخب الجزائري تغير نحو الأسوأ. كرة تلعب مع عيسى مندي، يلعب من هنالك لمهدي طهرات، توصل لرامي بن سبايني، انطلق، تغير الأسوأ وصرنا في محنة كبيرة والله محنة. مهدي عبيد في وسط الميدان، يلعب من هنالك ناحية عيسى مندي، يطلبها حليمية على الجهة اليمنى، غالقين وواقفين كما ينبغي. المدرب الكرواتي زدافكو لوغاروسيتش، كأنه المخرج كان عارف بأنه راح نتكلم عليه، محضر المباراة هذه جيدا وغالق اللعب جيدا ومحترم كثيرا لعناصر المنتخب الجزائري. كرة لرياض بالراس، تلعب من هنالك مع اسماعيل، وصلت لرامي بن سبايني مع ياسين ابراهيمي، استلمها ياسين. كل لاعب عنده الكرة يجد امامه لاعب ولاعبان ثم ثلاثة. رامي بن سبايني مرة ثانية، وصلت رياض مع رامي، ما زال عنده المراوغة، يراوغ رياض، يدخل باليمنى، رياض يحط روحه على الجهة اليسرى، يلعبها مع رامي بن سبايني ويرجع مرة ثانية رياض صار يروح من هنالك، ياسين صار يجي من هنا. المهم اننا نبحث عن الثغرة ونبحث عن فك الشفرة ونبحث عن الهدف الاول. رامي بن سبايني والتوزيع والدفاع، يتدخل، رجعت من هنالك في اتجاه مهدي عبيد، قوة يتدخل مهدي ويتفوق، ما زال عنده الكرة، وخطأ مهدي عبيد واندفاع كبير وقوة كبيرة وخطأ. يصفر حكم المباراة وبطاقة صفراء أولى يخرجها الحكم في وجه اللاعب موديمو، يلعب في مولدافيا اللاعب تاكوندا موديمو على هذا التدخل من أمام مهدي عبيد، وأول مخالفة على خط 20 متر صعبة لصالح عناصر المنتخب الجزائري. طبعا الحلول الفردية صارت هي الضرورية في مثل هكذا حالات وفي مثل هكذا وضعية وهكذا سيناريو للمباراة، ولكن لا يبدو القلق تماما على عناصر المنتخب الجزائري. التكرار هو الذي يولد الانفجار، التكرار هو الذي يفرض على لاعبي منتخب زيمبابوي ارتكاب أخطاء مثل هذه على اللاعبين، وارتكاب أخطاء في التقدير وفي التمرير وفي المراقبة بفضل السرعة والخفة التي يتمتع بها اللاعبين
اللاعبون الجزائريون. كرة في المخالفة، ياسين إبراهيمي الوضعية السانحة له من هنالك، وكذلك رياض محرز بحثا عن الهدف الأول للمنتخب الجزائري والهدف الثاني عشر بالنسبة لياسين إبراهيمي مع المنتخب الجزائري في هذه الكرة. ياسين اللي يلعب مباراته اليوم رقم 55 مع المنتخب الجزائري. ياسين ورياض وبغداد في تنفيذ هذه المخالفة. شوف اللاعب اللي موجود خلف الجدار وحب يغلق وينام تحت الجدار حتى يمنع الكرات الأرضية التي قد يسددها رياض محرز. أرضية زاحفة، رياض وياسين إبراهيمي. الحكم هنا، الحارس هنا محتار من سيسدد هذه المخالفة. رياض محرز راح يحطها على الزاوية اليمنى من هنالك، وتسجيل الهدف الأول للمنتخب الجزائري. رياض يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. رياض وياسين والدفاع يصد هذه الكرة وترجع لمهدي عبيد مرة ثانية. مهدي يرفعها مرة أخرى بعيدا الأمام بالراس من قبل بغداد بونجاح. فات الكرة وراحت في التماس لصالح المنتخب الزيمبابوي. 25 دقيقة لعبنا لحد الآن مشاهدي الأفاضل، ما زال التعادل 0-0 بين المنتخب الجزائري والمنتخب الزيمبابوي. حتى على كنت راح نقول اللاعبين الجزائريين لا يبدو عليهم القلق ولا الانزعاج، وايضا جمال بالماضي بدا عليه بانه فهم سيناريو هذه المباراه وهذا الغلق الذي يمارسه عناصر منتخب زيمبابوي منذ بدايه المباراه لحد الان، وهم موفقين لاننا لم نصل لمرمى زيمبابوي ربما في نصف محاوله واحده كانت من سفيان فغولي. رياض يلعب لاسماعيل بن ناصر، خرجت من هنالك على الجهه اليسرى في اتجاه اللاعب رامي بن سبعيني. رامي الياسين، زوج لاعبين امامه. رامي الياسين، احيانا نقول ياسين تمسك كثير الكره، ولكن سيناريو مباراه من هذا النوع يفرض على ياسين انه او يطالب فيه ياسين بانه يحتفظ بالكره قدر المستطاع. وبعدين عنده قدرات ممكن لا يملكها لاعبون اخرون في الاستحواذ على الكره، هو واسماعيل بن ناصر بالدرجه الاولى. اسماعيل عنده الكره الان، يرجع مره ثانيه لرامي بن سبعيني. رامي بن سبعيني يتقدم يطلبها اسماعيل. رامي يدخل، رامي مازال يلعب بينيه مع ياسين. دخل رامي، ياسين يمر، ياسين رياض يا والدفاع يتدخل والتغطيه الدفاعيه من هنالك عن طريق اللاعب موسونا. ترجع له مره ثانيه موسونا، يلعب في الوسط. خروج هائل من هنالك من مهدي عبيد، وما زالت الكره زيمبابويه على الجهه اليمنى من قبل موديمو، والانطلاقه ثم التغطيه عن طريق اللاعب مهدي طهرات. ترجع له مهدي، يلعب مع عيسى مندي على الجهة اليمنى في اتجاه حليمية. تشعر بأن عناصر المنتخب الزيمبابوي يلعبوا ب 12 أو 13 لاعب. شوف كثافتهم وتوزيعهم وتموقعهم فوق أرضية الميدان بمعدل مسافة 5-6 أمتار، كل لاعب بعيد على الآخر، وغالقين المنافذ على كل لاعبي المنتخب الجزائري بشكل رائع جدا. كرة من هنالك من داريكوا، تسترجع من رامي بن سبعيني واسماعيل بن ناصر، رجعت للخلف لمهدي طهرات. مهدي، عيسى مندي معك حليمية على الجهة اليمنى. يرجع لسفيان فغولي، سفيان لمهدي، مهدي مع رياض يفضل يتوغل. مهدي يرجع مرة ثانية لسفيان فغولي. سفيان رياض مهدي، كرة لم تصل. التغطية الدفاعية من هنالك عن طريق لونجا، يرسلها بعيدة، ومهدي عبيد بقوة يتدخل ويتفوق، ولكنه يرتكب خطأ يصفر الحكم لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي. ضربوا من المرفق. شوف اوب، كرة يصلح هاديبي حارس المدافع العملاق يلعب في الدوري التركي بريوسراه. كرة بعيدة للأمام، مهدي طهرات أو عيسى مندي بالراس، ثم اسماعيل بن ناصر. تسترجع من هنالك عن طريق داريكوا. عندهم السرعه والخفه والبراعه اللاعبين تاع منتخب زيمبابوي. لونجا على الجهه اليسرى،
يرجع مرة ثانية في الخلف، يلعبها مع قلب دفاعه هادي بي، ترجع له هادي بي وترجع كذلك للاعب زيمورا. بعيد الكرة هذه لبغداد بونجاح. بغداد بغداد بونجاح لم يتمكن من هذه الكرة بعد تمريرة رائعة كاد يأتي إثر الهدف الأول. تردد بغداد في مرافقة هذه الكرة وتغطيتها بالشكل اللائق. اخراج الكرة بشكل رائع من هنالك من هادي مباشرة لحارسه. شوف هنا اللعبة كم كانت رائعة من قبل هذا اللاعب موديمو، هو الذي أخرج هذه الكرة بروعة. رياض محرز يلعبها من هنالك في اتجاه اللاعب مهدي طارات. رامي بن سبعيني فتح اللاعب ياسين من هنالك، يدخل في العمق. رامي ترجع له مرة ثانية، يرجع ناحية مهدي. رياض محرز على الجهة اليمنى، رياض بغداد، كرة ممتازة. بغداد خل بغداد رائعة التمريرة من رياض في اتجاه بغداد، راقبها ودخل بيمناه. كم كانت رائعة هذه التمريرة في عمق دفاع منتخب زيمبابوي، ولكن تسديدته لم تكن موفقة. رجعت لمهدي طهرات، يلعبها مع رامي بن سبعيني بدوره مباشرة لحارسه الرئيس وهاب مبولحي. لازم نلعبوه شوية رئيس وهاب مبولحي حتى لا يفاجأ بكرة مباغته. رياض محرز وحتى اليمية، دخل سفيان فغولي، ما زال رياض، راح رامي يا رياض، راح رامي يا رياض، يفضل يبقى هنا. رياض محرز وحليمية يلعبها مع سفيان لرياض، رياض معاه اسماعيل بن ناصر. كرة ممتازة من اسماعيل، ولكن التغطية دفاعية كاد يسترجعها اسماعيل. راحت من هنالك على الجهة اليمنى، ورامي بن سبعين يرجع، والانطلاقة السريعة لعناصر منتخب زيمبابوي من هنالك على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب بيليات. هاي الكرة في العمق، اسماعيل بن ناصر في التغطية. لما يكون واقف اسماعيل ويراقب ويتبع لا نخاف. رجعت مرة ثانية بيليات، تفوق رامي بالسبعيني، يوصل لياسين ابراهيمي. انطلق ياسين مع بغداد وين رياض، وصلت لسفيان وراح سفيان، انطلق سفيان، كرة خطيرة. سفيان ورياض، سفيان التسديدة، جول جول. سفيان وبغداد وجول. تهتز الشباك عند الدقيقة 31. تسديدة أرضية زاحفة من سفيان، وبغداد يلحق بها في المكان المناسب ويسجل هدفه السادس عشر في الدقيقة 31. يا سلام عليك يا بغداد في المتابعة، ومع ذلك الجمال بالماضي لا تخفى عليه خافية. نسي الهدف ونسي اللعبة ويركز مع طهرات والملاحظات في اتجاه طهرات. سفيان يسدد بقوة، الحارس يصد، وبغداد في المكان والوقت المناسبين يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الجزائري. 1-0 للخضر عند الدقيقة 31. اهتزت الشباك في نهاية المطاف، طال الزمن أو قصر، كان لابد للشباك أن تهتز. نعم كان لابد للشباك أن تهتز بهكذا الشكل أو بشكل آخر. الصبر يولد هكذا، يفتح الشباك. نعم يفتح الشباك ويفتح الشهية للمنتخب الجزائري بعد هذا الهدف الأول الذي سيغير من معطيات المباراة. كرة في الخلف زيمبابوية، لعبت مع الحارس شيبيزيزي، يرسلها بعيدا للأمام. تغطية من اسماعيل بن ناصر، استلمها ياسين ابراهيمي، يحاول يمر، والحكم اليون يقول خطأ لصالح ياسين ابراهيمي والمنتخب الجزائري بعد 33 دقيقة لعب لحد الآن. 1-0 للمنتخب الجزائري أمام منتخب زيمبابوي. يجب أن ندرك ونعلم ونعي بأن اليوم منتخبنا حتى ولو يلعب بين قوسين أمام أضعف المنتخبات، لا أقول سيجد صعوبات، بل سيجد منافسة قوية وإثارة كبيرة، لأنه المنافسين كلهم سيسعون للإطاحة بالمنتخب الجزائري. اسماعيل بن ناصر، كرة صعبة، دفاع مرت بين الرؤوس وراحت ضربة مرمى. وبعدين لو تتذكروا معي على مستوى العربي والافريقي والمنتخبات اللي ما عندهاش تقاليد كبيره جدا في العالم، سواء في امريكا الجنوبيه او في اوروبا او في اسيا، عاده المنتخبات التي تفوز او تتوج او تتالق في موعد معين يتراجع مستواها بعد ذلك لاسباب ذاتيه وموضوعيه مختلفه. ولكن منتخبنا بعد اكثر من سنه من التتويج يبدع من مباراه لاخرى.
وهذا شيء رائع جدا وبدأ يترسخ في أذهان اللاعبين. سفيان فيغولي من عند رياض محرز، ترجع له رياض مرة ثانية. شوف اسماعيل الموجود الآن، يلعب رياض في الوسط مع مهدي عبيد. مهدي عبيد مرة يا مهدي لو لم تصاب في الكثير من المرات. يا مهدي لو لم تصاب في الكثير من المرات. من زمان اللاعب هذا متميز في نونت ومتميز في الفرق التي لعب لها في الدوري الفرنسي. كرة تلعب لرياض محرز على الجهة اليمنى. رياض مع سفيان فيغولي. رياض يدخل، رياض ما زال يغير تماما من هنالك على الجهة اليسرى. وصلت لرامي بن سبعون لبغداد. بغداد استلمها. بغداد ماذا أردت أن تفعل في هذه الكرة؟ راحت مباشرة، ضربة مرمى بعيدة تماما. سندخل العشر دقائق الأخيرة. مهدي عبيد في المنتخب الجزائري يجب أن نذكر منذ 2015 لعب في لونس، في نيوكاسل، في سان جوستون، في اسكتلندا، لعب في باناتينايكوس، في ديجون، في نونت منذ موسمين، ولكن لسوء حظه تعرض للكثير من الإصابات. كرة تلعب من سفيان، يغير تماما هنالك على جهته اليسرى لصالح عناصر المنتخب الجزائري، ولكن التغطية الدفاعية كانت قوية من داريكوا. اسماعيل بن ناصر، ياسين ابراهيم يتفوق، استخطف الكرة، راح رامي على الجهة اليسرى. رامي حاول يمر، حذر يا رامي. وداريكوا قلت لك حذاري فقط من الإصابة مش من الكرة، لأنه التدخل كان واضح بأنه المدافع تينداي داريكوا سيتدخل عليك بهكذا شكل. تلعب الكرة بين ياسين ورامي بن سبعيني، ما زال عنده الكرة رامي، ارجع للخلف قوة. وصلت لي رضا حليمية لرياض محرز على الجهة اليمنى، حاول يمر رياض من امام المدافع لونغا، يدخل رياض في المراوغة من امام لونغا، ما زال رياض يبحث عن بغداد من هنالك، يفضل يلعبها في الوسط ناحية مهدي عبيد. مهدي عبيد يتقدم، بغداد موجود على الجهة اليسرى، استلمها الآن، رجع للخلف مهدي طارات. عيسى مندي يوصل لحليمية. حليمية ما زال عنده الكرة، يرجع لرياض مرة ثانية. مهدي رياض مع سفيان، يلعبها من هنالك ناحية طهرات. رامي بن سبعيني، مهدي طهرات مرة ثانية. 37 دقيقة لعب 1-0، وما زال منتخب زيمبابوي متجمع متقوقع، ما زال في مكانه يراقب ويتابع وغالق كل شيء. تلعب الكرة مع مهدي عبيد. نية مليحة من مهدي عبيد، ولكن الكرة بعيدة على رياض محرز، راحت مباشرة ضربة مرمى لصالح المنتخب الزيمبابوي. على فكرة آخر مرة لعب جمال بالماضي هنا في ملعب 5 جويلية كانت منذ 16 سنة، في 2004 بالضبط، 15 يناير 2004 لما كان لاعب في المنتخب الجزائري آنذاك. لعبنا ضد منتخب مالي مباراة ودية، كان حاضر جمال بالماضي، وكانت آخر مباراة بالنسبة إليه على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي. كرة في التماس، لونغا ترجع له مرة ثانية. لونغا يرجع لحارسو شيبيزيزي بعيدا الأمام، التغطية من هنالك من رامي بن سبعيني بالراس ومهدي طارات. تفوق مهدي طارات. وين رايح يا مهدي؟ راحت على الجهة اليمنى ناحية بليات، الكرة في العمق ومهدي طارات يسترجعها وتروح مباشرة لرامي بن سبعيني. ضيعتها يا رامي. تسترجع كرة زيمبابوية. احنا مستحوذين، مش ضاغطين ضغط كبير، ولكن مستحوذين ساكنين في منطقتهم، ولكن في المقابل منتخب زيمبابوي لم يصل لمرمى رئيس وهاب مبولحي الا من كرة ثابتة كاد اثرها ان يسجل علينا هدفا حوالي الدقيقة 10 من انطلاقة المباراة. بعدين ما ننساش بانه عندنا بعد 4 ايام عندنا مباراه ثانيه هنالك في العاصمه الزيمبابويه هراري. التنقل طويل وشاق،
ومباراة أخرى صعبة وطبعا في ظروف لا نعرفها، وبالتالي لم يكن أيضا بالإمكان أنه نرمي كل شيء بثقلنا اليوم. انطلق رياض محرز على الجهة اليمنى، يلحق عليه حليمية. رياض وحليمية يحاول يمر، رياض ما زال عنده الكرة الآن، رياض يراوغ، رياض أي كرة سهلة لإلفيس شيبيزيزي. هذه التمريرة من رياض محرز. رامي بن سبعيني من هنالك على الجهه اليسرى، يرجع الكره من اين جاءت، تغطيه دفاعيه. احنا نحط الكرات في الارض مقارنه بلاعبين زيمبابويين مدافعين يساعدهم هذا الامر. مهدي طهرات يلعب لياسين ابراهيمي، راقب كورتو، خرج ياسين ودخل، يخرج ويدخل كيفما شاء ومتى ما شاء. سفيان فيغولي استلم، يلعس لها كره بعيده. وين يا سفيان وين؟ لونغا رجع لقلب دفاعه، هادي بي تلعب عن طريق لاعب زيمورا. تروح في الوسط الكرة هذه ناحية ناكامبا، وفيه تدخل قوي من هنالك من رامي وخطأ يصفر الحكم لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي. دخلنا الآن الخمس دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر الشوط. ما زالت النتيجة 1-0 للجزائر أمام زيمبابوي من إمضاء بغداد بونجاح. 35 مباراة دولية مع المنتخب الجزائري، 16 هدفا. تغطية دفاعية من هنالك تروح مباشرة لداريكوا، داريكوا والضغط العالي من إسماعيل بن ناصر. رجعت مرة ثانية زيمبابوية، والرامي بن سبعيني بالراس ولبسة يد. مساحات ضيقة، الرواقات مغلقة. البارومتر نتاع اداء المنتخب الجزائري في وسط الميدان هو اسماعيل بن ناصر، وموقعه وتموقعه واداؤه وعدد لمسات الكره وقدرته في البناء. خلينا من الاسترجاع لانه الامر مفروغ منه. المنتخب زيمبابوي ليس مستحوذ على الكره حتى نتحدث عن استرجاع الكره من قبل اللاعب اسماعيل بن ناصر. تلعب الكره في اتجاه عيسى مندي، يطلبها سفيان، توصل مباشرة ناحية حليمية على الجهة اليمنى. دخل سفيان، حليمية في حاجة إلى مساندة، يرجع للخلف ناحية عيسى مندي، طلبها مهدي طهرات. مهدي وعيسى والكرة في التماس. سيناريو الشوط الثاني سيكون مختلف. عيسى مندي، كرة بعيدة للأمام، البحث عن بغداد. هاي فرصة سانحة، هاي فرصة سانحة. بغداد يوصلها لياسين. التغطية الدفاعية الرائعة من هنالك عن طريق المدافع داريكوا، تروح في التماس. بغداد بونجاح مع ياسين ابراهيمي. روح يا بغداد، روح يا بغداد، روح يا بغداد. استلمها بغداد، حاول يمر، بونجاح ضيعها، رجعت لاسماعيل بن ناصر. اسماعيل مع ياسين، ياسين لمهدي طهرات، مهدي عبيد، مهدي عبيد مع رامي بن سبعيني مرة ثانية. رامي والكرة المرفوعة تلحق لرياض على الجهه اليمنى. رياض ولونغا ما زال يغطي كورتو، رياض ولونغا، رياض ما زال، رياض يدخل، رياض عنده الكره الان، رياض وحليمي يفتح له الطريق، رياض والتوزيع الراسيه، الراسيه وجول يا سفيان. الهدف الثاني عند الدقيقة 43. أعطى لك كافيار وسمك من النوع الرفيع يا سفيان. رياض حقق فوز راس سفيان، والهدف الثاني للمنتخب الجزائري. هدفان مقابل 0 صارت النتيجة، من دون ضغط كبير، من دون فرص كثيرة، من دون وبصبر كبير. كرة رياض في اتجاه سفيان على الجهة اليسرى من مرمى شيبيزيزي. هدفان مقابل 0 صارت النتيجة الآن للخضر أمام الصفر. لا 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 لا، رائع الكرة،
رائعة كرة رياض في اتجاه راس سفيان من دون مراقبة وفي وضعية غير وضعية تسلل ليأتي الهدف الثاني. شوفوا النتائج تاع التموقع تاع سفيان فغولي واسماعيل بن ناصر في كرات مثل هذه عندما تكون عند ياسين ورياض. دائما سفيان فغولي متقدم واسماعيل بن ناصر متقدم بحثا عن الكثافة العددية ليلتحق بياسين وبغداد وكذلك برياض محرز. هذه ميكانيزمات وهذه صارت حاجات بديهية في لاعبي كرة القدم على مستوى المنتخب يتصرفوها تصرف عفوي. على الجهه اليمنى حليميه يلعبها لرياض، رياض يلهيها لياسين، ياسين يلعبها لبن ناصر، ادخل بن ناصر، بن ناصر بغداد وياسين. قلت لكم بأنه الضغط يولد الانفجار والانفجار يفتح الشباك. الآن المنتخب الزيمبابوي بعد تلقي الهدف الثاني سيضطر للخروج في الشوط الثاني وسنقترب من تسجيل أهداف أخرى لما لا. هاي بدأت تظهر المساحات، بغداد سقط وياسين لحق والكرة ضاعت وراحت من هنالك في التماس لصالح عناصر المنتخب الجزائري عند الدقيقة 45 من عمر الشوط. هدف من بغداد والثاني من سفيان. بغداد سجل السادس عشر وسفيان سجل الثالث عشر منذ 2012. لصالح عيسى مندي يوصلها مباشرة لرياض على الجهة اليمنى. رياض انطلق، حليمية متأخر، رياض تغطية دفاعية من لونجا، ترجع له لونجا مرة ثانية، يرجع حليمية، لونجا مازال لونجا والكرات في اتجاه اللاعب بيليات، رجعت للخلف ناحية موسونا، ترجع له موسونا مرة أخرى يلعبها مع لونجا على الجهة اليسرى. لونجا الكرة ضاعت، عيسى مندي في الاسترجاع ورئيس وهاب بولحي في الاستلام ويلعبها بسرعة من هنالك ناحية رامي بن سبعيني. آخر الكرات الحكم سيحتسب ما لا يقل عن دقيقة من الوقت بدل الضائع من عمر هذا الشوط الأول. هدفان مقابل 0 للمنتخب الجزائري وكأن شيئا لم يكن. دقيقتان، هدفان ودقيقتان وفرصتان ضائعتان ولاعبان سجل الهدفان في انتظار المزيد في الشوط الثاني. لم نعد نشبع. مهدي طهرات من هنالك يوصلها مباشرة لياسين ابراهيمي، ياسين مع بغداد في الوسط لاسماعيل بن ناصر، اسماعيل بن ناصر يرجع لمهدي عبيد، تروح من هنالك ناحية رامي ياسين، بغداد رامي مرة ثانية، دخل اسماعيل ورجع مرة ثانية بن ناصر. خطأ لاسماعيل بن ناصر، واحد من جواهر كرة القدم الجزائرية، صار اليوم جوهرة من جواهر الاي سي ميلانو في ايطاليا، الكل يتحدث عنه. بغداد بنجاح بحث عن ياسين لم يجده، التغطية من مهدي عبيد، انطلاقة لعناصر المنتخب الزيمبابوي عن طريق بيليات، يحطها على الجهة اليمنى من هنالك، رجعت لي هاديبي، سفيان في الاسترجاع والكرة تروح مباشرة تماس للمنتخب الجزائري. حليمية آخر كرة الآن، رجعت لعيسى مندي في الخلف، عيسى مندي وطهرات، طهرات لعيسى، سفيان فغولي لرياض محرز، بحث عن بغداد، كرة ممتازة استلمها بغداد، دخل بغداد، خروج موفق من الحارس، خروج موفق من الحارس الذي يتمكن من هذه الكرة ويرميها بعيدة تماما، والحكم في هذه اللحظات سيصفر نهاية هذا الشوط الأول بتفوق المنتخب الجزائري بهدفين مقابل 0 من إمضاء بغداد بنجاح الأول ثم سفيان فغولي الثاني في الدقيقة 41 من عمر هذا الشوط الأول الذي انتهى الآن. أعود ألتقي بكم مع بداية الشوط الثاني بعد حين بإذن الله تعالى. زميلي مهند لحظات وسيكون لديك الخط بعد حين، تفضل. شكرا للحفيظ الدراجي. الخضر يواصلون التألق والإبداع الأفريقي.
بأنك قلت ستذهب للفوز بكأس العالم. قال أنا لم أقل بأنني سأذهب للفوز بكأس العالم، سأذهب للمنافسة على كأس العالم. فرق من يذهب للفوز بها. المذهب للفوز بها هو البرازيل والأرجنتين وألمانيا وفرنسا والمنتخبات المرشحة أصلا، ولكن المنتخبات التي تشارك تذهب لتشارك، ليس لتشارك ولكن لتنافس وتلعب مباريات. هو قال بأنه أنا أعد بأن المنتخب سيبذل كل المجهودات من أجل التأهل. المأمورية ليست سهلة، وسيبذل كل المجهودات وسيعمل المستحيل من أجل أداء مونديال في المستوى. تغيير الحارس خرج بعد الإصابة التي تعرض لها خاصة في نهاية المباراة. دخل في مكانه تالبير تشومبا حارس مرمى نادي انكانا ريد ديفيس. وهو أول تغيير اضطراري بالنسبة للتشكيلة الزيمبابوية التي تبقى تلعب الآن بتالبت تشومبا في الحراسة، داريكو على الجهة اليمنى، زيمورا رفقة هاديبي وموديمو بالإضافة إلى لونغا ماكامبي موسوا كيديويري بيلات وكارورو في الجهة اليسرى. بينما المنتخب الجزائري لمن فاتته مجريات الشوط الأول دخل بمبلحي في الحراسة، حليمية في الرواق الأيمن، بن سبعيني على الجهة اليسرى، طهرات وعيسى مندي في وسطية الدفاع، اسماعيل بن ناصر، مهدي أبيد وسفيان قديورة. سفيان فغولي، يرجع عدلان فغولي. لما نقول سفيان قديورة يرجع عدلان فغولي. ياسين برايمي على الجهة اليسرى، رياض محرز على الجهة اليمنى، وبغداد بونجاح في الخط الأمامي كرأس حربة. كرة في التماس، داريكوا قوة بدنية كبيرة يتمتع بها داريكوا، يبحث عن زميله بيليات والكرة تروح، الحكم يقول خطأ لصالح المنتخب الزيمبابوي في الدقيقة الأولى من انطلاقة الشوط الثاني من هذه المباراة. لما يخرج المنتخب الزيمبابوي يفتح لنا الفراغات والمساحات. في تنفيذ المخالفة نولجي موسونا الكابتن، 41 مباراة دولية مع منتخب بلاده، خطيرة بالراس والتغطية من هنالك من المدافع طهرات يخرجها في التماس. طهرات وعيسى مندي ورامي بن سبعيني في الكرات العالية لا نخاف عليه، ممكن نخاف على حليمية ولكن ثلاثي قامات الطويلة تسمح لهم بالتفوق في الكرات العالية. بغداد بونجاح يلحق الكرة، تروح من هنالك على الجهة اليسرى في اتجاه اللاعب اللونغا، كرات البينية وخطأ يصفر الحكم على اللاعب مهدي عبيد. يقوم بدور كبير في الصراعات وفي الثنائيات مهدي عبيد. بعدين الزيمبابويين يبحثون عن مخالفات من مثل هذا أماكن لأنهم قويين في الكرات العالية، يستندون طبعا على الطريقة الانجلو ساكسونية إلى الكرات العالية. حذاري هذه المرة يا ريس يا وهاب يا مبلحي في بداية هذا الشوط الثاني من عمر المباراة. هل سيتكرر سيناريو السبع دقائق الأولى من عمر الشوط الأول؟ الكرة مرفوعة خطيرة، مرت سلامات ضربة مرمى لصالح الرئيس وهاب مبلحي ودفاع المنتخب الجزائري. يحرس مرمى الجزائر منذ 2010 رئيس وهاب مبلحي، هذه مباراته رقم 74 مع المنتخب الجزائري. نعم منذ 2010 وشارك في مونديال جنوب افريقيا. موجود في المركز السادس في تصنيف عدد المباريات اللي تفوق على محمود قندوز اللي كان في المركز السابع. طبعا اخضر بلومي يبقى ب 100 مباراة مع المنتخب الجزائري، حتى ال 100 مباراة فيها وعليها، لانه يقال بانها اكثر. زمان في ثمانينيات القرن الماضي كان بعض المباريات لم تسجل على مستوى الفيفا، هذا كلام اخر. المهم في الترتيب الحالي مبلحي ب 75 مباراة، يتقدمه محي الدين مفتاح ب 77 مباراة، وقبله عبد الحفيظ تصفاوت وجمال مناد ب 79 مباراة. قريب يقترب. رائعة الكرة هذه، رامي بن سبعيني لاسماعيل بن ناصر، توزيعة دقيقة ورائعة جدا في القائمة الثاني، بحثا عن بغداد بونجاح، بحثا عن سفيان، عفوا شوف كيف تحول سفيان إلى
مهاجم ثاني في الكرة الماضية. سامحوني اللقطة ماشية وأنا نحكي على الأرقام. رياض محرز في تنفيذ هذه الركنية لصالح عناصر المنتخب الجزائري من هنالك على الجهة اليسرى من مرمى الحارس الاحتياطي تشومبا، تلعب عرضية رجعت لرياض مرة ثانية من عند اسماعيل بن ناصر، رجعت له كرة مرفوعة من اسماعيل، القائم الثاني بغداد وسفيان ورامي يرجع للخلف لياسين، استلم الكرة ابراهيمي، ياسين ابراهيمي، ياسين دخل، ياسين راح، ياسين والدفاع يتدخل ويخرجها بقوة، ثم الانطلاقة في الهجمة المعاكسة والعودة من رامي بن سبعيني يخطئ. رامي بن سبعيني يخطئ هنا من امام خامبيليات. توصل رياض محرز يغطي كورته ويضيعها، ولكن يستفيد من خطأ يصفر له الحكم. رياض يرجع لمهدي عبيد، مهدي عبيد لمهدي طاهرات، رامي بن سبعيني ترجع له مهدي مرة ثانية، عيسى مندي. شوف كيف بداوا يخرجوا اللاعبين الزيمبابويين في الشوط الاول، لم يصلوا الى منطقه المنتخب الجزائري بهكذا شكل. رامي بن سبعيني، بغداد بن نجاح لقب كورتو، يطلبها اسماعيل بن ناصر، وصلت لياسين، ياسين يلعبها في الوسط ناحيه سفيان، سفيان يرجع للخلف ناحيه مهدي عبيد، مهدي عبيد حليميه، حليميه خلاها لرياض محرز ودخل تلعب لسفيان، رجعت له رياض. لما تفتح المساحات يصبح الابداع بهكذا شكل. مهدي عبيد يلعبها ممتازه لبغداد والكره في المخالفه. مهدي بغداد والكرة في المخالفة في الدقيقة السادسة من انطلاقة الشوط الثاني. بدأنا نشاهد تلك المهارات، تلك الثغرات أولا، ثم المهارات، ثم البينيات، ثم التمريرات، ثم المراوغات، ثم التسديدات، ثم الأهداف تأتي تباعا بعد ذلك. بغداد في هذه المحاولة والمراوغة، ثم خطأ لصالح المنتخب الجزائري. بغداد بن نجاح ورياض محرز في تنفيذ هذه المخالفة ودائما نفس السيناريو من هنالك. بغداد ربما هو الذي سيتولى تنفيذ هذه المخالفة، أو مهدي عبيد من حوالي 23 متر عن مرمى الحارس تشومبا الذي دخل منذ مع بداية هذا الشوط الثاني. بغداد بن نجاح يستعد لتنفيذ هذه المخالفة. اليوم انت تزعج لبغداد، بغداد ارضيه، الدفاع رجعت لحليميه مرة ثانية، يطلب منه بغداد الرياض يغير تماما على الجهة اليسرى ناحية ياسين ابراهيمي، ياسين عنده الكرة، ياسين كرته لم تمر، ثم الانطلاقة في الهجمة المعاكسة زيمبابوية سريعة جدا، وعودة ياسين يتدخل في هذه الكرة وينقذ الموقف، ثم مهدي عبيد بقوة وبشجاعة وبإصرار وعزيمة كبيرة جدا يتمكن من التفوق في هذه الكرة. تلعب في اتجاه سفيان على الجهة اليمنى، سفيان في غولي، حليمي يطلبها، ارجع للخلف ناحية رياض، رياض يرجع للخلف في اتجاه مهدي طاهرات، رامي بن سبعيني، ياسين ابراهيمي، اسماعيل بن ناصر، ارجع للخلف لمهدي طاهرات. نرجعوا في محاولة لإخراج اللاعبين ونرجعوا في الكرة عادي جدا، ما يسماش رجوع، يسمى لعب في الكرة بالكرة، حتى لما تلعبها مع الحارس. هنا اللاعبين الزيمبابويين خاسرين ويزيدوا يتنرفزوا أكثر لما يكونوا فاقدين للكرة. ياسين ابراهيمي في الوسط يتفوق، ياسين يلعبها ناحية اسماعيل بن ناصر، ياسين مرة ثانية وخطأ آخر يصفره الحكم. شفتوا الوضعية تاع ياسين تاع اسماعيل بن ناصر كيف متقدم حتى قبل ياسين، لعبها بسرعة ياسين، هذه الكرة راحت لبغداد، الحكم المساعد رفع الراية من هنالك معلنا وضعية تسلل. تلعب بسرعة الآن لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي على الجهة اليمنى، داريكوا خرج زاد في السرعة، داريكوا ورامي رامي نتاع اليوم ليس رامي الامس، ورامي الامس ليس هو رامي ما قبل البارحه ولا السنه الماضيه ولا السنتان الماضيتان ولا الثلاثه ولا الاربعه، وشيء طبيعي، والا فلا بالنسبه للاعب صار يلعب الان في بوروسيا مونشنغلادباخ واساسي وفي المنتخب الجزائري وبطل افريقيا واساسي كذلك مع المنتخب، وعمره 25 سنة. كرة من هنالك لعيسى مندي، يرجع لطاهرات على الجهة اليسرى، موجود رامي، طاهرات يخرج بالكرة، يخرجها بعيدة بيمناه تماما من هنالك لرياض، لا يحبذ كرات مثل هذه رياض. التغطية من لونجا تروح في الوسط، اسماعيل بن ناصر في صراع مع الكرة،
في الصراعات الثنائيه اسماعيل بن ناصر من اقوى اللاعبين اليوم الموجودين على الساحه الكرويه. داريكوا في تنفيذ التماس لمنتخب زيمبابوي، ترجع له مرة ثانية من أمام اسماعيل بن ناصر. بغداد يسترجعها في الوسط، انطلق بغداد، عنده الكرة الآن، ينتظر، ما زال بغداد، ضيعتها ويسترجعها، يوصلها لياسين. ياسين مع اسماعيل بن ناصر، يخرج بالكرة اسماعيل بكل روعة وبراعة، يلعبها مع مهدي طهرات، ومن هنالك رايس وهاب مبولحي. امام قلب الهجوم كاديويري لاعب نادي ليون. رياض محرز بالراس لسفيان فيغولي، رجعت للخلف، بغداد يضغط، تغطية دفاعية من هاديبي، وصلت على الجهة اليمنى في خطأ لصالح المنتخب الزيمبابوي. موديمو يلعب في مولدافيا. موديمو، هاي خطيرة، هاي خطيرة، هاي خطيرة، هاي خطيرة، هاي خطيرة، هاي خطيرة. رايس يترأس اللقطة وينقذ الكرة، جول من أمام كاديويري. خطأ فادح في وسط دفاع المنتخب الجزائري، وكاديويري كاد يفعلها من أمام رايس وهاب مبولحي، يخرجها في الركنية في كرة كانت صعبة وحرجة على مرمى المنتخب الجزائري من كاديويري. يخرجها بروعة للمرة الثانية بعد الكرة الأولى في الشوط الأول. رايس وهاب مبولحي، تنفذ الركنية في القائمة الثانية بعيدة بالراس، ما زالت الخطورة، خرجها بغداد بعيدة تماما للأمام. كل اللاعبين الجزائريين في منطقتهم لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي مع داريكوا، يرفعها عالية بعيدة من هنالك، حليمية في التغطية، وفاتو لونغا راحت مباشرة في التماس بضربة مرمى للمنتخب الجزائري. دقيقة لعبنا مشاهدي الأفاضل منذ انطلاقة الشوط الثاني، ما زال التفوق 2-0 للجزائر أمام زيمبابوي. صورة طريفة وجميلة بين كاديويري والرئيس وهاب مبولح. رياض محرز بالراس من أمام لونغا، الانطلاقة من هنالك من بغداد بنجاح في صراع بغداد من أمام المدافع ديبي. اللي يقولوا الحكم يا بغداد هو الصح، حتى ولو كان خطأ فهو الصح، أو بالأحرى حتى ولو لم يكن صحيحا. كرة من تشومبا يرسلها بعيد الأمام، التغطية الدفاعية من عيسى مندي، التفوق في الكرة العالية. رايس على مرتين يتفوق في هذه الكرة. ويتمكن منها ويخليه ياخذ كامل وقته. لونغا بالراس، اسماعيل المهدي عبيد، ياسين برايمي حط الكرة في الأرض مع سفيان، ضاعت مجددا، ياسين يضغط، توصل مباشرة لموسونا، يلعب في الوسط، من هنالك خرج له بغداد، رجعت للخلف، يضغط سفيان، رجعت مباشرة للحارس تالبيت، تشومبا يرسلها بعيدا الأمام. عيسى مندي يتفوق من دون خطأ مع اسماعيل بن ناصر، توصل لرامي بن سبعيني، رامي الكرة الأرضية لياسين، خلاها لإسماعيل، إسماعيل يغطي كورتو وفي خطأ، يغطي كورتو في خطأ من كارورو. رائعة من رامي ومن ياسين ومن إسماعيل، وكارورو يخطئ هنا من أمام بن ناصر، كان فيه مسك من الخلف، تبعوا صفر الحكم. عيسى مندي من هنالك يلعبها مع مهدي طهرات، اسماعيل بن ناصر يتمكن من هذه الكرة ويخرجها مع مهدي طهرات مرة ثانية لعيسى مندي. عيسى مندي الكرة لسفيان فيغولي،
يرجع لمهدي عبيد. كرات هذه قاتلة مثل هذه يا سفيان في اتجاه مهدي عبيد. العودة من مهدي والخطأ. الحكم يقول خطأ لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي. حاولت المرور هنا من قبل اللاعب المدافع الايسر زيمورا. هذا هو اللي يلعب في نادي بورنموث 20 سنة في أول مباراة له. طبعا محظوظ جدا انه اول خرجه واول مباراه له لعبها في الجزائر امام منتخب الجزائري. بعدين حتى في المجال صعبه الكره هذه وخطيره، مرت سلامات، صعبه ومرت سلامات. هذه هي الكره حكم احتسبها ركنيه لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي واللي صالح تينا غاديبي اللي كنا نشاهد فيه على الصوره. يبقى منتخب خطير في الكرات العاليه المرفوعه. المنتخب الزيمبابوي يشكل خطوره على دفاع المنتخب الجزائري. كرة زيمبابوية مرة ثانية مرفوعة، التغطية دفاعية من هنالك عن طريق رامي بن سبعيني هو اللي خرجها، راحت على الجهة اليسرى ناحية زيمورا، التوزيعة من زيمورا والتغطية مرة أخرى. تضامن والكبير جدا بين اللاعبين في الظروف الصعبة واضح على التشكيلة الجزائرية فيرشن جمال بالماضي. يعني تاريكوا يرجع في الوسط ناحية موديمو، ما زال عنده الكرة موديمو من امام ياسين، توصل الكرة مباشرة ناحية بيليات، هيدا في العمق ورامي بن سبعيني في التغطية يخرجها. يستفيد من تماس في نهاية المطاف. رامي بغداد حكم خلى اللعب تلعب في العمق. هذه الكرة محاولة المرور، ما زالت الكرة صعبة عن طريق اللاعب بيليات، حليبية خرجها. كأن بعناصر المنتخب الزيمبابوي في هذه اللحظات ما زال الضغط في هذه اللحظات، يصنعون الفارق ويضغطون بحثا عن العودة في النتيجة. في هذه اللحظات هدف ثالث سيقضي على عناصر المنتخب الزيمبابوي وعلى كل طموحاتهم في العودة في المباراة في وقت يتألم فيه بغداد بنجاح على مستوى خط التماس، ويتألم اللاعبون من الاحتكاكات والصدامات الموجودة والصراعات الثنائية. حتى ولو كنت مهدي طهرات وعيسى مندي أمام عناصر المنتخب الزيمبابوي معروفة بقوتها وبنيتها البدنية لتصنع الفارق. ارتقى واحد سقط اثنان، ارتقى واحد ارتطم باثنان في الكرة الماضية. حليمية هو الذي أخرج هذه الكرة على قصر قامته. يعني تكلفة موجودة في الصراعات الثنائية بالنسبة لأشبال المدرب لاغاروزوزيتش ستافكو. هذا المدرب هذا درب في القارات الخمس كلها، درب في أوروبا وفي آسيا وفي أمريكا وفي أستراليا وفي أفريقيا كذلك. درب المنتخب السودان لمدة سنتين من 2017 إلى 2019. منذ يناير 2020 هو مدرب للمنتخب الزيمبابوي، يعني لم يقضي سنة على رأس منتخب زيمبابوي. تغطية دفاعية من رامي بن سبعيني تروح في الوسط لإسماعيل برناصر. هي الكرة من المفروض هنا نبدأ ننظف اللعب ونحتفظ بالكرة ونلعبها حتى ولو في الخلف، لأنه متفوقين ب 2-0. فلما كنا متعادلين لم نكن متسرعين ولا منزعجين، فما بالك الآن احنا متفوقين بهدفين مقابل 0. تقريبا دخلنا في لعبهم وفي الاحتكاكات والصراعات، لازم نبتعد عليها لما تكون عندنا الكرة ونلعبها بنظافة في الخلف. الكرة من مهدي طهرات يلعبها مع الرئيس وهاب مبولحي، بعيدة الكرة هذه. الزيمبابويون يحبذون كرات مثل هذه عالية، واللعب المباشر يحبذونهم لأنهم يستعملون نفس الاستراتيجية. شوف التوغل والتغطية الدفاعية من هنالك من طهرات، قوة وسرعة كبيرة جدا في التوغل من قبل لاعبي المنتخب الزيمبابوي. طبعا متفوقين اي نعم، ولكن يجب أن تستشعروا المعاناة الفردية نتاع اللاعبين الجزائريين في الصراعات وفي الثنائيات، والجهد البدني المبذول مقابل الجهد البدني الطبيعي في اللاعبين الزيمبابويين في الجهة المقابلة. كرة في الركنية
لصالح موسونا بالراس، مرت سلامات وراحت ضربة مرمى. ما زالت مرحلة الفراغ نمر بها. طبعا مرحلة الفراغ قد تدوم سنوات وأشهر وأيام وأسابيع، وقد تدوم دقائق كذلك في المباراة. المهم أنها تمر سلامات فترة الفراغ هذه. وجميل جدا ايضا انه احيانا نفوز بصعوبه، وجميل جدا انه احيانا نجد صعوبات في بعض المباريات، وجميل جدا انه احيانا اننا لا نفوز في كل مره بسهوله او نفوز في كل مره بدون معاناه، لانه ممكن هذا يكون له تاثير عكسي حتى لا اقول سلبي. كره بعيده الامام من رايس وهاب مبولحي بعدما اندره شفويا حكم المباراه سيدي اليو توصل لطالبة جومبا، يدخل مع بداية الشوط الثاني في مكان حارس شيبيزيزي الحارس الأصل الأساسي. جومبا بعيدا للأمام، تغطية بالراس من عيسى مندي، وبالراس من رامي بن سبيني. ياسين إبراهيمي، رامي مرة ثانية يلعبها في اتجاه بغداد، وصلت لي إسماعيل بن ناصر على الجهة اليسرى. إسماعيل بن ناصر يتريت يلعبها في الوسط، لازم نحتفظوا بالكرة شوية. ياسين إبراهيمي يلعبها من هنالك ناحية حليمية، حليمة في العمق لياسين لسفيان، سفيان سوء التفاهم بينه وبين رياض، والانطلاقه من هنالك على الجهه اليسرى عن طريق زيمورا في العمق. هاي المسافه المساحات بدات تظهر، وانطلاقه سريعه لعناصر المنتخب الزيمبابوي، محاوله المولو رائعه، الكره خطيره، والتغطيه من هنالك عن طريق اللاعب الحليمي. والدفاع يصد، والدفاع يصد ويخرجها. احنا في حاجه الى نفس اخر، هدف ثالث، تغيير او تغييرين، احتفاظ بالكره، حلول ممكن نجدها، لانه الامر ليس مرتبط بك فقط، انت تلعب امام منافس اخرج قدرات كبيره في بدايه هذا الشوط الثاني. من هنالك بغداد بونجاح لم يتمكن من الكره، تسترجع زيمبابوية، لعبت على الجهه اليسرى من هنالك في اتجاه لونغا، يرفع كره عاليه لونغا بعيدا الامام، ورامي بن سبيني في وضع التسلل يشير لها الحكم المساعد. 21 دقيقة لعب، مازال هدفا لصفر للجزائر أمام زيمبابوي. واضحة وضعية التسلل هنا من قبل خامبيليات لاعب نادي كايزر تشيف من جنوب افريقيا. رايس وهاب مبولحي في اتجاه ياسين على الجهة اليسرى، اختفى شويه ياسين ورياض وبغداد وحتى سفيان، طبعا امتعوا تصلهم كرات في 20 دقيقة الأولى من عمر هذا الشوط الثاني. تلقى رياض من الوسط لصالح المنتخب الجزائري، رياض 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 با 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 جول. حتى في أسوأ أحوالك يا رياض، دخل فمرر، عادت فتوغل، راوغ فسجل الهدف الثالث للمنتخب الجزائري من رياض محرز بإبداع وبروعة. يا سلام، 3-0 صارت النتيجة، جاءت واحدة من الحلول هي إضافة هدف ثاني، استلمها ومررها، رجعت له الكرة فراوغ، دخل على مرتين ورفعها بروعة، مسجلا الهدف الثالث للمنتخب الجزائري. إنه الهدف السابع عشر لرياض في مباراته رقم 60 مع المنتخب الجزائري، يفعلها ويسجل بالثلاثة. الجزائريون يضربون منتخب زيمبابوي حتى ولو لم يكونوا في أحسن أحوالهم. هكذا هي الكرة وهكذا هي الفعالية، عندما لا تكون في أفضل أحوالك وتسجل وتفوز بالثلاثة، فما بالك عندما تكون في أحسن أحوالك، أكيد ستفوز بالستة. 3-0 النتيجة للجزائر أمام زيمبابوي في ثالث مباراة. الخطوات واثقة وثابتة لعناصر المنتخب الجزائري، حاطين أرجلهم في الكامرون قبل أكثر من سنة عن موعد الكامرون، واو، وقبل الجميع بانتصار ثالث على التوالي في التصفية المؤهلة. ياسين إبراهيم يسترجع الكرة في الوسط، راح ياسين، هرب من اثنين، دخل ياسين، يواصل ياسين، راح ياسين يلعبها ناحية رامي،
الكرة في التماس. كيف تدخل بين اثنين ياسين؟ انت تدخل بين واحد مش بين اثنين ياسين. سيدخل الجبل والجمل والبلدوزر وصخرة الدفاع الجزائري. جمال بالعمري العائد من إصابة بعد ما لعب مباراة أولى في منتهى الروعة أمام ليل في مباراته أمام ليون هناك في ليل، وكان تقريبا رجل المباراة رغم أنه لعب 35 دقيقة لعب. أنا عمري ما شفت محللين يعطيوا اللاعب 10 من 10 في المباراة. لا أعتقد بأن هذا الأمر حدث. مارادونا أمام في نهائي كأس العالم 86 ولم يعطوه 10 من 10. هذا لا يعني بأنه جمال بالعمري أفضل من مارادونا، المقارنة مش موجودة. يعني نتكلم على الرمزية، على العلامة وعلى الرقم. 10 من 10. 3 أهداف مقابل 0 لحد الآن مشاهدي الأفاضل. تغييرات ستبدأ بعد شوية بالنسبة للمنتخب الجزائري مع دخول آدم الناس ودخول كذلك جمال بالعمري. التغيير الأول لزيمبابوي. دخول اللاعب كودا معاشي في مكان زيمورا. في ثاني تغيير في التشكيلة الزيمبابوية، ودخول كذلك تافاتزوا روسيكي. رياض يخرج في هذه اللحظات، ياخذ مكانه ادم والناس. ومهدي طهرات يخرج هو كذلك في هذه اللحظات، ويخرج يدخل جمال بالعمري. حسن حظه خرج بعد أن سجل هكذا هدفا رائعا في هكذا ظروف صعبة تبدو على رياض محرز، بدت عليه في هذه المباراة من الناحية البدنية بالدرجة الأولى. كرة زيمبابوية ولكن لفترة قصيرة. جمال بالعمري هذه مباراته ال15 مع المنتخب الجزائري، ودم الناس هي مباراته ال10. لاعب نادي كالياري الإيطالي مسجل 3 أهداف. جمال بالعمري يلعبها مع حارسه رئيس وهاب مبولحي. قلت من الجهة الأخرى تافاتزوا روسيكي في الخط الأمامي لتشكيلة المنتخب الزيمبابوي. دخلنا 20 دقيقة الأخيرة الآن. اسماعيل بن ناصر مع ياسين إبراهيمي، ياسين إبراهيمي في الوسط لرامي بن سبعيني. رامي بغداد موجود على الجهة اليسرى، وياسين كذلك، واسماعيل بن ناصر قريب. رجعت للخلف في اتجاه جمال بالعمري، يرجع للخلف تماما ناحية حارسه الرئيس وهاب مبولحي. رئيس تفضل الكرات البعيدة بحثا عن بغداد، التغطية الدفاعية تلعب في الخلف مع موديمو. هادبي من هنالك، بعيدة من هادبي، والتغطية من عيسى مندي، وصلت لروسيكي، رجعت له الآن روسيكي من عند زميله لونجا يمر عنده الكرة الآن. لونجا مازال لونجا يدخل، لونجا وحليمية يتدخل ويخرجها في التماس للمنتخب الزيمبابوي. روسيكي يدخل مازال عنده الكرة، رجع للخلف. لونجا، كرة في العمق، وضعية تسلل أم لا؟ الحكم يقول لا، والتغطية من عيسى مندي تروح في التماس.
في وسط الميدان الكرة تلعب من ماكومبا، يوصلها مباشرة لروزيكي. ماكومبا مرة ثانية، لاعب نادي استون فيلا مع لونغا من هنالك على الجهة اليسرى. لونغا محاصر، آدم تفوق عليه، لونغا وآدم تفوق في نهاية المطاف لونغا. في وقت سيحدث تغييران في التشكيلة الجزائرية بدخول حسين بن عيادة في أول مباراة له لاعب نادي الإفريقي، ودخول كذلك مهدي الزرقان لاعب نادي بوردو كذلك في أول مباراة له. يريد أن تبقى لهم ذكرى مهمة جدا أنهما يخوضان أول مباراة مع المنتخب هنا في ملعب 5 جويلية بفوز أمام زيمبابوي ب3. رجعت للونغا في الوسط لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي، تروح ناحية روسيكي، يلعب على الجهة اليمنى لمدافع داريكوا والكرة تمشي ومستحوذين اللاعبين الزيمبابويين من دون إحراج كبير. الكرة البينية هنا توصل على الجهة اليمنى، هايلة الكرة والتغطية من عيسى، تروح الكرة ضربة مرمى لرئيس وهاب مبولحي. سندخل ربع ساعة الأخير مشاهدي الأفاضل من عمر هذه المباراة، 3 أهداف مقابل 0 للمنتخب الجزائري، فعالية كبيرة. تغيير في تشكيلة منتخب زيمبابوي، خروج بيليات في هذه اللحظات ودخول دافيد مويو. هو كذلك مهاجم آخر. بينما تغييران كذلك في الجهة المقابلة، مهدي الزرقان في مكان سفيان فيغولي 20 سنة في عمره. طبعا عندنا مباراة ثانية لازم نسيروا الأمور كما ينبغي. ده مهدي الزرقان لاعب نادي بوردو كما قلت، 21 سنة من مواليد 99 في أول مشاركة له. ويدخل كريم عليبي كذلك في أول مشاركة له، لاعب نادي نيم في مكان بغداد بونجاح. مهاجم في مكان مهاجم. كريم عليبي بدا في فريق شبيبة بجاية وشباب باتنا وشباب بلوزداد، نادي تاجنانت نجم الساحل التونسي، تنقل لموسمين ثم مع نادي نيم منذ بداية هذا الموسم في الدوري الفرنسي. كرة في المخالفة لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي. مويو أو القائد هنا موسونا في تنفيذ هذه الكرة. بقى 12 دقيقة على نهاية المباراة، 3-0 في النتيجة. تسديدة قوية وتضرب في الدفاع وتروح ركنية لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي. تنفذ الركنيه صعبه، ياسين ابراهيم يخرجها وانطلق اسماعيل بن ناصر. هاي الهجمه المعاكسه، عوده سريعه لعناصر العرقله على اسماعيل بن ناصر والبطاقه الصفراء الاخرى التي يخرجها حكم المباراه في هذه اللعبه من امام القائد موسونا. واضحه العرقله على اسماعيل بن ناصر. جزائرية الكرة في الخلف مع رئيس وهاب مبولحي، ودخول اللاعب مويو. هو لاعب قوي في الخط الأمامي، لاعب يلعب في الدوري الاسكتلندي. طبعا
طبعا من الناحيه البدنيه يظهر العياء والتعب على اللاعبين، لانه قلت لكم منذ حين بان الجهد المبذول فردي وجماعي كبير وكبير جدا في صراعات ثنائيه. كره بعيده في اتجاه كريم عريبي، الكره راحت سهله لتشومبا يلتقطها. كم هو جميل لو يسجل كريم عريبي اول اهدافه في اول خرجه له مع المنتخب الجزائري. كرة بعيدة من هنالك، التغطية الدفاعية عن طريق جمال بالعمري، انطلاقة لصالح عناصر خطيرة، جول وضع التسلل أم لا؟ جول أول لمنتخب زيمبابوي من كاديويري، يسجل الهدف الأول عند الدقيقة 89. صارت النتيجة 3-1 وبروعة سجلها كاديويري فوق رأس جمال رايس وابن بولحي عند الدقيقة 24 من عمر المباراة. كانت فيه وضع التسلل أم لا؟ مشكوك فيها على كل حال هاي اللعبة. نرجع شوية نشوف إذا كان فيه وضع التسلل أم لا. أعتقد بأنه كان فيه وضع التسلل. لا مش هنا، أنا كنت فاكر بأنه الثاني. أعتقد بأنه كان فيه وضع التسلل كاديويري. في هذه هي الكرة وجد نفسه وجها لوجه من أمام رايس وابن بولحي وتمكن من مباغته وتسجيل الهدف الأول. انطلاقة من رامي بن سبعيني على الجهة اليسرى يصل عناصر المنتخب الجزائري. رامي عرضية من هنالك على الجهة اليمنى توصل لحليمي. سوء تفاهم بين حليمية وعريبي من هنالك والكرة ضاعت. اسماعيل بن ناصر لم يقدر على اللحاق بها من أمام مويو. رجعوا اللاعبين الزيمبابويين في هذا الشوط الثاني، هما رجعوا واحنا سجلنا الثالث. في الوسط الكرة روسيكي على الجهة اليمنى يوصلها مباشرة موسونا الأرضية والتغطية الدفاعية من جمال بالعمري ثم من عيسى مندي. رجعت من هاديبي لونغا على الجهة اليسرى من هنالك توصل لماكامبا في الوسط، يلعبها مرة ثانية للونغا. قوي بدنيا في المنتخب الزيمبابوي. هاي كرة أخرى بعيدة وهنا وضع التسلل، يرفع الراية الحكم المساعد. دخلنا الآن العشر دقائق الأخيرة مشاهدي الأفاضل من عمر هذا الشوط الثاني والمباراة. ما زال التفوق للجزائر ب3 أهداف مقابل هدف واحد. طبعا كريم عريبي بدا في فريق صغير في النواحي الجزائر العاصمة، فريق الرغاية، لعب في تجنان كذلك. كرة جزائرية أدم الناس يرجع لجمال بالعمري. جمال بالعمري يلعبها في الوسط ناحية مهدي عبيد، توصل من هنالك على الجهة اليمنى. رجعت لمهدي عبيد مرة ثانية، يمر مهدي، يحاول يمر مهدي والتوزيع الرائعة. ممتازة الكرة هذه من مهدي عبيد والتغطية الدفاعية أيضا كانت رائعة. تسترجع مرة ثانية من مهدي وتضيع ويرجعها مرة أخرى اسماعيل بن ناصر، يلعبها لياسين إبراهيمي على الجهة اليسرى، يلحق على الكرة ياسين، يبحث عن المرور. حذاري من التدخلات القوية. جمال بالعمري يرجع لحارسه الرايس وابن بولحي. بولحي يرسل كرة بعيدة للأمام. مليح أننا نجد أنفسنا في ظروف صعبة مثل هذه في مباريات تخلينا نصحح وتخلينا نتأكد بأنه التركيز لازم يبقى متواصل والجهد لازم يبقى متواصل والتنويع أيضا يجب أن يبقى متواصل، حتى لأن المقتضيات المستوى العالي تفرض ذلك. تسترجع الكرة من مهدي عبيد في الوسط، يلعبها في اتجاه عريبي، يراقب كورته، يوصلها على الجهة اليسرى لإسماعيل بن ناصر، يلحق على الكرة هذه، يوصلها لياسين. ياسين مع عريبي، كرة قصيرة ياسين، تسترجع في الوسط. رجعنا شوية للخلف. مو يستلمها، يلعبها على الجهة اليسرى للونغا، التغطية الدفاعية من حليمية، يلعب المباراة اللازمة، لا اللي خرجها آدم والناس، ولكن حليمية أيضا يلعب مباراته اللازمة اليوم هو ورامي بن سبعيني من دون أخطاء كثيرة جدا. عرضية الكرة على الجهة اليمنى في اتجاه داريك وفاتو وراحت في التماس. 7 دقائق قات على نهاية المباراة. التفوق ما زال 3 أهداف مقابل هدف واحد للجزائر أمام زيمبابوي، في وقت سيدخل عدلان قديورة بعد شوية في تشكيلة المنتخب الجزائري.
هاي الإعادة للهدف الذي سجله المنتخب الزيمبابوي. لا مش هنا نشوفوا رضاية التسلل، لازم من قبل من التمرير. جمال بالعمري يتدخل في هذه الكرة، ما زالت الكرة زيمبابوية، نتحملوا في ضغط وعبء المباراة. الآن تلعب الكرة على الجهة اليمنى عن طريق اللاعب موسونا، هاي صعبة خطيرة، مرت سلامات وراحت ضربة مرمى لحسن الحظ. هذه الكرة البعيدة تماما من هنالك. عدلان قديورة ياخذ مكانه في هذه اللحظات في مكان مهدي عبيد. لعب مباراة رائعة مهدي اليوم. عيد ميلاد سعيد لعديان، اليوم يحتفل بعيد ميلاده ال35. من أقدم اللاعبين كذلك في المنتخب الجزائري منذ 2010، لاعب نادي الغرافة في مباراته رقم 57 مسجل هدفين مع المنتخب الجزائري عدلان قديورة. لصالح رئيس وابن بول، يرسلها بعيدا الامام الناحيه تعريبي بالراس، لم يقدر عليها، تسترجع في الخلف عن طريق المدافع هاديبي، يرسلها بعيده تماما. وادم والناس في صراع، يستفيد من خطا مره ثانيه. حط رجله ادم، تلقى ضربه هنا. يا سلامات ان شاء الله، سلامات ان شاء الله. مستوى الركبه اي تألم ادم، ان شاء الله سلامات. تلعب لاسماعيل بن ناصر، عيسى مندي، اسماعيل بن ناصر مره ثانيه من العمق. اسماعيل شوف كيف ينظف اللعب ويوجد الثغرات ويستحوذ ويحتفظ بالكره ويخرجها بالشكل اللائق. حلايميه من هنالك، توصل الكره مباشره عن طريق اللاعب زرقان، رجعت لاسماعيل بن ناصر مره ثانيه، يطلبها زرقان على الجهه اليسرى، يفضل الكره البعيده في وضع التسلل هنا من رامي بن سبعين. هنا لا، هنا ممكن نقول ليس هناك وضعية تسلل. يلا حليمية من هنالك على الجهة اليمنى لصالح عناصر المنتخب الجزائري، يفضل يرسل كرة بعيدة، تغطية من لونجا ومن قلب دفاعه هاديبي من هنالك. جنبة للأمام بالراس، عيسى مندي يتفوق، والحكم يقول خطأ لعيسى مندي ولدفاع المنتخب الجزائري. مر الشوط الثاني سلامات، الصعب جدا على المنتخب الجزائري مر السلامات، لانه رجعوا عناصر المنتخب الزيمبابوي وجدوا انفسهم في ارضيه ميدان رائعه جدا وظروف حسنه لعبوا فيها المباراه. رامي بن سبعين يرجع للخلف، عدلان قديورة والتدخل، سقط عدلان. شوف المدرب زرافكو لوغاروسيتش خرج من كرسي الاحتياط في هذه اللحظات، شعر بانه فريقه كان قادر يرجع في المباراه، ولكن اعتقد فات الاوان. نلعب الدقيقه 87. ياسين ابراهيمي عنده الكره الان، تعب بذل مجهودات كبيره ياسين لصالح عناصر المنتخب الزيمبابوي، وجمال بن عمري في التغطيه، الكره في التماس. زيمبابوية مرة ثانية، داريكوا تسترجع من جمال بالعمري، يخرجها بحثا عن اسماعيل بن ناصر، الكرة ضاعت، لونجا في الاسترجاع، الكرات في العمق ما زالت جزائرية من هنالك من رامي بن سبعين، ضاعت وتسترجع عن طريق داريكوا. كثيرة كرات طائشة في هذا الشوط الثاني من جانب المنتخب الجزائري، ولكن في مثل هكذا مباريات يبقى المهم هو الفوز بالثلاثة ووضع رجل أولى في نهائيات كأس أمم إفريقيا في الكامرون
في رحلة الدفاع عن اللقب الذي فاز به المنتخب الجزائري بروعة وبجدارة في سنة 2019 وباستحقاق كذلك. طبعا رحلة الدفاع عن اللقب ستكون أصعب من الحصول على اللقب شيء أكيد. كرة بالرأس عن طريق كريم عريبي، وفي الوسط يتمكن منها زرقان وكريم، ومن هنالك آدم والناس. في الثنائيات وفي الصراعات في الشوط الثاني تفوقوا علينا اللاعبين الزيمبابويين في الكرات الثنائية والبينية. كرة من هنالك عن طريق لونغا، يرسلها بعيدا الأمام. فاتو جمال بن عمري راحت سهله مباشره لرئيس وهاب بولحي، يتمكن من هذه الكره في الدقيقه 90 من عمر اللقاء. 3 أهداف مقابل هدف واحد في هذه المباراه من امضاء بغداد بونجاح، سفيان فيغولي ورياض محرز. ويخرج الكره عدلان قديوره مع اسماعيل بن ناصر في اتجاه عيسى مندي. جمال بن عمري يرميها بعيده ويتخلص منها، بعيده على كريم عريبي، وسهله من هنالك في اتجاه تشومبا. حتى كريم عريبي وادم والناس وزرقاوي دخلوا في ظروف صعبه شويه في نهايه هذا الشوط الثاني مقارنه بظروف اللي بدات بها المباراه. طبعا لا يمكن ان نحكم عليهم او ننتظر منهم الشيء الكثير في زمن وفي وقت رجعوا عناصر المنتخب الزيمبابوي في المباراه. كم الوقت بدل الضائع لمن هذه البطاقه الصفراء؟ اعتقد ستكون دقيقتين او 3 من الوقت بدل الضائع من عمر هذه المباراه. 21 من دون خسارة بالنسبة للمنتخب الجزائري. 3 دقائق يقول الحكم الرئيسي من الوقت بدل الضائع. لونغا استلمها من هنالك على الجهة اليسرى. اسماعيل بن ناصر في صراع، يتفوق على مرتين، 3 لاعبين امام لاعب واحد، واسماعيل يتفوق مرة اخرى، يلعبها ناحية ادم والناس. ادم واسماعيل، ادم يغطي كورته، يوصلها لاسماعيل بن ناصر يخرجها. هيلا الكرة من اسماعيل، روح يا عريبي روح يا عريبي. كرات اسماعيل هكذا في العمق في منتهى الروعة، روح تهرب تجدها امامك. هذه الكرة من دون ان تطرح اي سؤال. كرة بعيدة من تشومبا للامام، بالعمري بالراس، عيسى مندي في التغطية والرئيس كاديويري كاد يحصل على ضربة جزاء من امام رئيس المبولحي. يقول له احلف بانك لم تلمسني، احلف بانك لم تلمسني. شوف هنا الكرة عيسى مندي، هو زاد من عنده شوية، ممكن لمسه ولكن زاد من عنده شوية، وهناك لمس من لمس يعني. كرة ضربة مرمى لرئيس وهاب بولحي وللمنتخب الجزائري. 3-1 في النتيجة. دروس كثيرة استفدنا منها واستفاد منها جمال بالماضي في مباراة اليوم هذه. عريبي بالراس بعيد على ادم والناس، تسترجع زيمبابوية لفترة قصيرة. حليمية مرة ثانية ناحية عريبي. حكايته حكاية عريبي، هذا جاي من فريق صغير جدا في ضواحي العاصمة، وكبر واجتهد وترعرع وبذل مجهود ووصل محترف في تونس ثم محترف في فرنسا، اليوم في نادي نيم، ولعب في المنتخب الجزائري ويخوض أول مباراة في ملعب 5 جويليا. مش عارف إذا كان يحلم بهذا يوما ما مثل الكثير من اللاعبين، ولكن كل حكاية تبدأ بحلم. كل حكاية في الحياة سواء كانت فردية أو جماعية تبدأ في مخيلة الإنسان وفي قلبه وفي عقله، ثم تتجسد مع الوقت بالكثير من الإصرار. عندما تكون لديك الموهبة والإبداع وتأتيك الفرصة ويكون لديك الإصرار، أكيد تتمكن من تحقيق مبتغاك بنسبة أو بأخرى. كرة ملعوبة بشكل ثنائي من هنالك على الجهة اليمنى. زرقان يحاول يمر، زرقان يستفيد من ركنية نعم لصالح المنتخب الجزائري. هذا زرقان أيضا يقال عنه الأشياء الكثيرة الجميلة، عمره 21 سنة، يقولوا بأنه يطلع منه مع الوقت طبعا. يلعب زرقان ثنائية، توزيعة من آدم والناس في القائمة الثانية، رامي رامي على الطائر، يا سلام. هاي
هايلة التوزيعة من ادم والناس، وهايلة التسديدة من رامي، كاد يلحقها عريبي في هذه الكرة. واو، أرضية زاحفة وتشومبا يصد هذه الكرة من أمام كريم عريبي الذي كاد أن يسجل الهدف الرابع في المباراة وهدفه الأول في أول خرجة. 3-1 فاز الخضر بعد جهد جهيد ومشقة كبيرة في هذه المباراة التي يبقى فيها الفوز هو المهم، والمشوار الطويل ب 21 مباراة من دون خسارة. أنا متأكد بأن اللاعبين عارفين بأنهم لم يؤدوا مباراة كبيرة من الناحية الفنية، ولكن بدنيا بذلوا جهد كبير، وبادي ذلك على وجه جمال بالماضي الذي لا يبدو راضيا على أداء منتخب الجزائري اليوم. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل، ألقاكم وأنتم دائما في صحة وعافية، أوفياء لنا مثل ما نحن. سلام. زميلي مهند لحظات سيكون لديك الخط، تفضل مشكور. شكرا للزميل حفيظ الدراجي. إذن المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة، 3 مباريات 3 انتصارات، ويضرب بالأهداف الكثيرة، 5 في المباراة الأولى، هدف خارج الديار أمام بوتسوانا 6 أهداف، واليوم يضرب بالثلاثة 9 أهداف من 3 مباريات، ويستقبل أول الأهداف شباك الجزائر. لكن الأهم والمهم هو الأداء الإيجابي بالنسبة للمنتخب الجزائري، لذلك حقق المهم بالنسبة للمدرب، بالنسبة للاعبين، وهناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تدخل بالماضي في قادم الأيام، لكن أن تصلح بعض الأخطاء وأنت تنتصر وأنت تحصد النقاط، هذا أمر مهم جدا بالنسبة للمنتخب الجزائري. يبدو لي بالماضي غير مقتنع ببعض أداء اللاعبين، خصوصا في الشوط الثاني. ربما كابتن ناصر مقديش وهيثم فاروق لديهما ما يقولان حول الشوط الثاني بالنسبة للمنتخب الجزائري الذي حقق العلامة الكاملة. هنا بعض النقاشات من بعض اللاعبين. العمري الذي دخل خلال الشوط الثاني شارك في هذه المواجهة الثالثة بالنسبة للمنتخب الجزائري.